تم أول اجتماع تنسيقي وتوعوي لإدارة الوصول إلى المعلومات. عقد الاجتماع المذكور في 22 برج القوس 1401 هجري شمسي بقاعة الاجتماعات بإدارة الوصول إلى المعلومات. ترأس الاجتماع معالي المتحدث الرسمي باسم الإمارة الإسلامية مولوي ذبيح الله مجاهد، وشارك فيها وكيل البث الإذاعي بوزارة الإعلام والثقافة السيد مهاجر فراحي، ونائب المتحدث الرسمي باسم الإمارة الإسلامية السيد بلال كريمي، والمتحدثون الرسميون للوزارات والصحفيون المستقلون. بدأ الاجتماع بتلاوة القرآن الكريم، ثم تحدث رئيس الدائرة المذكورة السيد هداية الله هداية عن أهمية مسؤوليات الدائرة وضرورة الوصول إلى المعلومات، معربا عن التزامه بأن تقوم الدائرة بمهامها تفي بمسؤولياتها ولا تدخر أي جهد. وخاطب المتحدثين الرسميين بأنه ينبغي عليهم تقديم المعلومات في الوقت المناسب لوسائل الإعلام. لاحقا ذكر وكيل البث لوزارة الإعلام والثقافة السيد مهاجر فراحي عن حق الشعب في الوصول إلى المعلومات، وأكد أن المعلومات الموثوقة يمكن أن تخلق ثقة قوية بين الناس والإمارة. طالب نائب المتحدث الرسمي السيد كريمي خلال كلمته المتحدثين الرسميين وموظفي الدائرة والناشطين الاجتماعيين ببذل المزيد من الجهود في نشر المعلومات والوصول إلى الجمهور لمنع الشائعات. وأكد المتحدث باسم الإمارة الإسلامية أفغانستان المتحدثين باسم الوزارات بتبادل المعلومات مع وسائل الإعلام وتحفيزهم على أداء واجباتهم حتى لا تواجه الشعب ووسائل الإعلام خيبة أمل في الوصول إلى المعلومات. في نهاية الاجتماع تبادل المشاركون نصائحهم وطلباتهم واقتراحاتهم القيمة مع المسؤولين، فرحب المسؤولون آراءهم واطمأنوهم لتنفيذها. الجدير بالذكر أن هيئة الوصول إلى المعلومات كانت دائرة مستقلة سابقة، والآن قد بدأت نشاطها كإدارة جديدة تحت مظلة وزارة الإعلام والثقافة، وكان هذا أول اجتماع عقدت من خلال التوعية العامة.